يا ابونا ولادي لا عم بيقدسوا ولا عم بيخلوني اقدس، بدي خليهم بالبيت. انطرهم يكبروا ورجع جيبهم على القداس. شو؟ كتار من ولادنا ما بيقعدوا، بيحركوا وبيعملوا أصوات عالية بالقداس، ويمكن يزعجوا الناس أو حتى الأبونا. مشاركة الولد بالقداس تدخل ضمن تربيته السليمة والصالحة، وهيك بيكون عم يتعلم بأبسط طريقة أنه بيت الله هو بيته. بس يا ابونا الوعي الصبح وتلبيسهم ولا بيخلونا نقدس، وانا ما بتحمل اسمع كلمه من حدا. ما تخاف ابنك يحرك بالقداس أو بنتك، خاف أنه يضلوا بعاد عن يسوع. رح أعطيكم 3 نصايح بيخلوا ابنكم يشارك مشاركة فاعلة بالقداس. 1. بس تجوا على القداس تعوا قبلوا بوقت وخلوا ولدكم يكتشف المسبح، وفيكم تعرفوه على أبونا كمان. 2. فيكم تهمسوا بدينتوا الصلوات والتراتيل يلي عم نقولها، وهيك من ميل بيكون بين ايديكم، من ميل تاني بيكون عم ببلش يلقط الكلمة والنغمة. 3. بآخر القداس ما تركزوا على أدائهم السيء، إنما شجعون بالوقت يلي كانوا مركزين فيه، وهيك الثواني بيصيروا بعد وقت ساعة كاملة. المهم هالقناعة تصير ثابتة. هو اللي قال دعوا الأطفال يأتون إلي. ما بتعرفوا، يمكن هالولد يكون مشروع قديس.